العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. معدلات جيدة لهطول الأمطار في البلاد. تنفيذ مهام فاعلة بحملة الطلاب التنموية في الإقليم الأوسط. الدراج بنيام يحافظ على القميص الأخضر. لافروف يهاجم الولايات المتحدة بشدة في مجلس الأمن. مسيرتان تستهدفان قاعدة تستضيف قوات أمريكية بالعراق. والحكومة الكولومبية تلغي وقف إطلاق النار مع جماعة مسلحة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ذكرت وزارة الزراعة أن أمطار جيدة هطلت في معظم أنحاء البلاد بناء على التقارير التي تم جمعها من 129 محطة أرصاد زراعية، مشيرا إلى أن هطول الأمطار بدأ حسب توقعات الأرصاد الجوي. وأوضح مسؤول الأرصاد الزراعي بوزارة الزراعة السيد تخستي ولد جبرائيل أن 42% من الأمطار المسجلة في يونيو كانت أعلى من المعدل الطبيعي، وبموجب ذلك سجلت محطة عبد خالة أعلى إجمالي هطول للأمطار خلال الفترة من يونيو إلى 15 من يوليو، حيث بلغ 292.2 ملم في 12 يوما ماطرا. تليها محطات أم حجر وأوغارو وقنافنا وأوغانا من 220 إلى 270 ملم. وسجلت محطات قحيتو ودكعندو وأفهمبول وتوكودا التي هطلت فيها الأمطار يوما واحدا ما بين 5.6 إلى 15 ملم فقط. وأشار إلى وجود احتمال هطول أمطار فوق المعدل في المناطق التي تشهد هطول أمطار غزيرة في فصل الخريف لتصل إلى 65%. وحث المواطنين عامة والمزارعين خاصة على اتخاذ الاستعدادات والاحتياطات اللازمة. وذكر مكتب العلاقات العامة في وزارة الزراعة إقامة أكثر من 220 محطة معلومات أرصاد جوية زراعية في البلاد. أعلن منسق حملة الطلاب التنموية الصيفية في مكتب وزارة التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ جيت أم يماني أعلن أن أعمالا فعالة تنظم بالحملة في الإقليم. وأوضح لوكالة إرنا نشر 8500 طالب في 42 محطة للحفاظ على المياه والتربة وإعداد الحفر لزراعة الأشجار ومراقبة السلامة المرورية على الطرق وتوضيب وسائق المكاتب الحكومية. وأوضح بوضع خطة هذه السنة لإعداد 500 ألف حفرة وزراعتها بالأشجار وبناء مدرجات بطول أكثر من 1,000,000 متر. وذكر بأن العمل الذي يجري تحت إشراف خبراء زراعيين ومعلمين ومساعدين طبيين يشارك فيه 96% من الطلاب في أنشطة حماية التربة وحفظ المياه، و4% في أنشطة أخرى. دعت سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية الصنعفة إلى تعزيز الحماية والحفاظ على الأشجار المزروعة في المديرية. وأوضح مسؤول حماية الغابات والحياة البرية السيد يوهانس زكارياس أن من المهم حماية ورعاية الأشجار المزروعة سلفا إلى جانب زراعة الأشجار لتحقيق النجاح في حملة التنمية الخضراء. وذكر إعداد 550 ألف شتلة أشجار لزراعة هذه السنة على مستوى المديرية، مشددا على أهمية المشاركة الشعبية القوية لإنجاح حملة التشجير. وأفاد خبير حماية الغابات والحياة البرية السيد كبرم جبر برهان أن الأشجار التي ستزرع هذا الخريف هي جزء من الجهود المبذولة لاستعادة الغطاء النباتي إلى سابق عهده. وقال متابع المشتل السيد تدس يتولد برهان إنه يتم سنويا زراعة أكثر من 250 ألف شتلة شجرة في الفترة من يوليو إلى منتصف أغسطس، غير أنه لم يحقق النتائج المرجوة لعدم الحراسة والرعاية اللازمة، داعيا القيام بالاستعدادات المسبقة للإدارات والمكاتب الزراعية بشأن الحراسة والرعاية.
أشاد مكتب التعليم في مديرية دك أمحرة في التقييم الذي أجراه بدور المجتمع للدفع بالعملية التعليمية. وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع للعام الدراسي 2023-2024 بأن الدعم النوعي والمالي الذي قدمه المجتمع للمدارس والمعلمين كان له أثر إيجابي على فعالية الخدمات المقدمة. ودعا المشاركون بعد مناقشة التقرير إلى الاهتمام بنقص الأثاث المدرسية والتخلص من الكتب القديمة، وتنظيم الدورات التدريبية للمعلمين الجدد ومدراء المدارس حديثي التعيين، وإكمال بناء المدرسة الثانوية. وأوضحت مسؤولة التعليم في المديرية الأستاذة ركبي كفلة أن المدرسة التي افتتحت لتقديم التعليم لذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو حققت نتائج جيدة مشيدة بمشاركة إدارات الضواحي. من جانبه أكد مدير مديرية دك أمحرة السيد يماني أبرة على تقديم إدارة المديرية الدعم اللازم لإنجاح العملية التعليمية. عقد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية غردات اجتماعا لمناقشة القضاء على العادات الضارة. ويأتي الاجتماع مواصلة للاجتماعات التي عقدت في 16 ضاحية للجنة محاربة العادات الضارة واحترام حقوق الطفل عن العادات الضارة عامة وختان الإناث وزواج القاصرات خاصة. وأوضح قائد مركز شرطة غردات النقيب هبتو والدآب والمدعي العام ياسين علي جسامة أضرار العادات الضارة، داعيين إلى تعزيز الدور الأسرة والمجتمع. وذكر مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد قرماي قبرة سعي ومسؤول الخدمات الصحية الممرض ساميل تخلم لتعزيز دور المواطنين والشركاء في الأنشطة التي يتم تنفيذها لحماية حقوق الأطفال. وحث المشاركون على تكثيف الحملة واستدامتها لأن الوعي أمر بالغ الأهمية للقضاء على العادات الراسخة. واصل الدراج الإرتري المحترف في صفوف نادي انترمارش وانت البلجيكي بنيام قرماي صدارته في نقاط القميص الأخضر برصيد 11 نقطة في المرحلة 17 من طواف فرنسا للدراجات التي بلغت مسافتها 177.8 كيلومترا. حصل الدراج بنيام على إشادة المحللين الرياضيين ومحبي ريادة الدراجات لتفوقه على منافسه البلجيكي جاسبر فيليبسن في الكيلومتر 115 للسرعة القصوى في المرحلة 17 من الطواف، وحصوله على 11 نقاط، وذلك بعد تعرضه لحادث في المرحلة 16 على بعد 1.3 كيلومتر من النهاية. وسجل جاسبر فيليبسن الذي احتل المركز السادس في هذه المرحلة 10 نقاط ليرفع مجموع نقاطه إلى 354، وبذلك يرتفع فارق نقاطه مع بنيام إلى 33 نقطة. فاز بنيام ب3 ميداليات باحتلالها المركز الأول في المراحل 13 والثامنة وال12، مما جعله أول دراج أفريقي أسمر يفوز بمراحل في تاريخ طواف فرنسا للدراجات. سيختتم طواف فرنسا للدراجات في النسخة 111 يوم الأحد 21 من يوليو بالمرحلة 21 بالزمن الفردي. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. بدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هجوما حادا على الولايات المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، واتهم لافروف ألمانيا بالإذلال، مشيرا إلى قرارها بالسماح بنشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى على أراضيها. وأكد أن الولايات المتحدة لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة وتفرض وجهات نظرها على حلفائها. ودعا لافروف إلى رفض هيمنة قطب واحد في عالم متعدد الأقطاب، مؤكدا على ضرورة إعادة تنظيم المؤسسات المالية ومنظومة الأمم المتحدة. وأكد لافروف أن توسيع حلف الناتو لم يتوقف، وأن الدول الغربية تعتبر الصين تهديدا للنظام الدولي، ودعا إلى بدء التاريخ من جديد من خلال التعاون بين الحضارات والتعددية الدولية بطريقة أمينة.
قال مصدران عسكريان عراقيان إن طائرتين مسيرتين ملغومتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق، والتي تستضيف قوات أمريكية ودولية، في ثاني هجوم على القوات الأمريكية في العراق منذ أوائل فبراير، عندما أوقفت فصائل عراقية هجماتها. وقال مسؤول عسكري عراقي إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من محيط القاعدة. وذكر مسؤول في الجيش العراقي أن الجيش كثف دورياته في المناطق المحيطة بالقاعدة لمنع وقوع هجمات أخرى محتملة. وجاء الهجوم قبل أقل من أسبوع من زيارة متوقعة لوفد عسكري عراقي رفيع المستوى إلى واشنطن لمواصلة المحادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد. وكانت واشنطن وبغداد بدأتا في يناير محادثات لإعادة تقييم انسحاب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، والذي تشكل عام 2014 للمساعدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن اجتاح التنظيم أجزاء كبيرة من البلاد. قالت وزارة الدفاع الكولومبية أن الحكومة الكولومبية أنهت وقف إطلاق النار مع بعض فصائل متمردي التحالف العسكري الانتقالي بقيادة القائد إيفان مورديسكو الذي يرفضون محادثات السلام. وتم تشكيل من قبل مقاتلين منشقين سابقين من القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك، الذين يرفضون هم أنفسهم اتفاق السلام لعام 2016 مع الدولة. وعلقت الحكومة في مارس وقف إطلاق النار مع هيئة الطوارئ في بعض المحافظات بسبب استمرار العنف. وأثارت هذه الخطوة مطالبات أغلبية الوحدات في التحالف العسكري الانتقالي بإعادة وقف إطلاق النار، مما أدى في نهاية المطاف إلى إثارة انقسام داخلي أدى إلى انسحاب جبهات مختلفة من المحادثات. وقد وعد الرئيس غوستافو بيترو بإنهاء الصراع الكولومبي المستمر منذ 60 عاما، والذي أسفر عن مقتل 450 ألف شخص من خلال اتفاقيات سلام جديدة، لكنه يواجه عقبات كبيرة بما في ذلك مفاوضات الشراكة الاقتصادية الأوروبية المشحونة والتي بدأت في أكتوبر من العام الماضي. اكتشف باحثون من جامعة تورنتو في إيطاليا مؤخرا حفرة مفتوحة على سطح القمر يعتقدون أنها تؤدي إلى نظام قنوات خاص بكهف تحت أرض هذا الجرم السماوي. واستخدم الباحثون بيانات الرادار الخاصة بالمركبة الفضائية لمتابعة ناسا للنظر إلى أعمق حفرة معروفة على القمر، وفق ما ذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة الطبيعة. وبحسب القرارات والتحليلات التي درسها الباحثون، فإن هناك مؤشرات على وجود قناة تخرج من قاع الحفرة يتراوح طولها بين 30 و 80 مترا، ويصل عرضها لحوالي 45 مترا. الجدير بالذكر أنه تم العثور على حوالي 200 حفرة قمرية حتى الآن، ويمكن أن يساعد إجراء المزيد من الأبحاث عليها باستخدام تقنيات الرادار في تحديد المواقع التي يمكن أن تكون مفيدة لرواد الفضاء للاحتماء من درجات الحرارة القصوى والظروف الصعبة الأخرى على سطح القمر. سادتي سيداتي، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. معدلات جيدة لهطول الأمطار في البلاد. تنفيذ مهام فعالة بحملة الطلاب التنموية في الإقليم الأوسط. الدراج بنيام يحافظ على القميص الأخضر. لافروف يهاجم الولايات المتحدة بشدة في مجلس الأمن. مسيرتان تستهدفان قاعدة تستضيف قوات أمريكا بالعراق. والحكومة الكولومبية تلغي وقف إطلاق النار مع جماعة مسلحة.
مشاهدينا في كل مكان، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.